السلام عليكم. نزلت الحلقه الثالثه من مسلسل فروم الجزء الثالث، ولكن قبل ما نبداو المناقشه تاع اليوم حبيت نقول لكم باللي راني ناقشت الحلقه الاولى والحلقه الثانيه، واللينك راح تلقاوها في الديسكريبشن. روحوا شوفوا المناقشه تاع الحلقه الاولى والثانيه وروحوا تكملوا معنا الفيديو تاع نهار اليوم. وبدون اطاله خلينا نبداو في المناقشه تاعنا تاع نهار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليتس جو. قبل ما نبدا نناقش الحلقه تاع نهار اليوم حبيت نرجع بكم للحلقه اللي فاتت ونوضح واحد النقطه ما حكيتهاش المره اللي فاتت، والسبب هو انه صرالي خلل تقني في الكاميرا وما تصورش المقطع كامل. المقطع هذا كان يحكي على القضيه تاع فاطمه، علاش شفناها كلات الخضره الفاسده وعلاش شفناها فتحت الكولوني هاوس وما حبش يتحل. اذا قلنا انه هذاك الشيء اللي قاعد يصرى معها بسبه الحمل اللي متعلق باكل الخضره الفاسده، النظريه هذه تقول باللي الطفل هذاك اللي فكرشها الحاله تاعو غريبه، يعني الشكل تاعو ماهوش طبيعي وممكن يكون وحش. والشيء الاخر نقدروا نقولوا بالك فاطمه هي اللي راح تتحول لوحش. وكاين زاد اللي يقولوا الشبح اللي ظهر الالجين هو فاطمه، والسبب انه الشبح اللبسه اللي كان لابسها هذيك تشبه للبسه تاع فاطمه. ولكن في رايي الشخصي اذا نقول لكم باللي هذاك الشبح اللي خرج الالجين هو فاطمه ما رانيش متاكد 100%. معليش النقطه هذه حبيت نوضحها في الحلقه اللي فاتت وللاسف ما تصورتليش على خاطر صرالي خلل تقني في الكاميرا كما قلت لكم. والان نجيو للمناقشه تاع الحلقه الثالثه، ونجيو لاول مشهد اللي هو كان اخر مشهد من الحلقه الثانيه. نشوفوا جيم كان في داره ومن بعد جاء اتصال هاتفي كي راه هز التليفون لقى اللي يتحدث معاه هو ولده توماس، وكما نعرفوا ولده توماس هذا مات وعنده مده، وبعدها يبدا يدور بيناتهم حوار مبني على الانكار. الاخر يقول له بلي انت الوالد تاعي وجيم يقول له بلي انت ماكش ولدي. وفي الاخير الاتصال هذا ينتهي بعد ما توماس يقول له روح تولى على ايتن وجولي على خاطر قريب يطيح الليل ولازم تدخلهم للدار. وفي الاتصال هذاك ما كاين والو جديد، يعني التسويق تاع الحلقه اللي فاتت راح باطل، وهذه نقطه سيئه راح نحكي عليها في سلبيات الحلقه. لكن كاينه حاجه حبيت نوضحها، علاش في الحلقه اللي فاتت اللي هي الحلقه الثانيه ما شرحولناش كيفاش المخلوقات غادرت من الاسطبل هذاك، يعني بداو لنا المشهد تاع الحلقه هذيك كانه حلقه جديده، يعني ماهيش تابعه للحلقه اللي فاتت. والحلقه الثالثه هذه ما كانتش بالطريقه اللي كانت بها الحلقه الثانيه. في الحلقه هذه كملوا لنا من اخر مشهد كان في الحلقه الثانيه، ما على باليش قد عاودت كلمه حلقه. في الجهه الاخرى نرجعوا عن طابطه ووالد فيكتور، ولتم كان حوار بيناتهم مكرر على اللايت هاوس والطفل اللي دفع طابطه باش خرجت من اللايت هاوس هذاك، وبعد ما فطنت لقات روحها في المستشفى. بغض النظر عن التكرارات والحوار المكرر هذاك، علاش انك تبقى تحكي لي في حوار مطول ما عنده حتى معنى، فقط انك باش تلقى قفله تنتقل للمشهد الثاني. والحاجه الوحيده اللي كانت مثيره للاهتمام هو انه طابطه تولهت للشجره اللي فيها القرع. وكنا نرجعوا للبلده نشوفوا فيكتور غريب الاطوار بين الشجر يحاول يبحث على حاجه كان خباها، ولتم يبدا فيكتور يحفر باش يخرج الشيء هذاك من بين الاشجار. وكاينه حاجه نتفكروها في الاجزاء اللي فاتوا قالها فيكتور لايتن، قال له ايتن علاش راك ترسم الاشجار وديما تراقبهم؟ فيكتور جاوبه باجابه صادمه، قال له الاشجار هذه تغير بلاصتها، يعني الاماكن تاعها ماهيش ثابته. وبعدها ينتقل بينا المشهد وين نروحوا نشوفوا بويد واليس يتحاوروا. بويد يحاول يقنع ابنه اليس انهم يصطادوا واحد من المخلوقات هذيك. اليس يعارض على الفكره على خاطر يشوف فيها مخاطره كبيره بزاف، وبويد يقول له خلاص لازم نعرفوا مع من رانا نتعاملوا، لازم نفهموا المخلوقات هذه والماهيه تاعها، يعني من واش راهي متكونه وعلاش حتى تخرج، لازم نلقاو الحقيقه. ولازم نشوفوا دونا تحضر في الحوار تاعهم وتحاول تقنع بويد انه يتخطى الفكره هذه من راسه. ولتم دونا تفكر وتقول له خلاص راك اصطادت واحد من قبل وما فادك بحتى شيء. ولتم بويد يقول لها لا قتلت واحد، كاين فرق. قال لها لازم نحكموا واحد ومادامهم يهضروا يحكيوا معنا لازم نجبروهم يفهمونا من راهم يجيو وعلاش راهم يديروا لنا هكا. دونا تبقى معارضه على الفكره تاعو وتزيد تقول اليس تولى انت تحفزوا ولا تقول له هاي نروحوا نصطادوا واحد من المخلوقات هذه على خاطر لازم تخمم بلي راهو جايك طفل. ولتم حاولت تلعب له على الوتر تاع العاطفه. نشوفوا بويد واليس اقتنعوا نوعا ما بالكلام تاعها. في الجهه الاخرى نروحوا نشوفوا فاطمه من كولوني هاوس وين حاطين الخضره الفاسده، تروح الجم وتبدا تاكل في الخضره هذيك، وفجاه تشوفها واحده من سكان الكولوني هاوس اللي هي الشايبه هذيك تيلي. ولتم فاطمه تتوله باللي تيلي راهي تشوف فيها، من بعد نشوفوا فاطمه تهرب، وبعدها تنتقل بين الاحداث ونشوفوا كريستي وكاني وجيد ومعهم شويه من سكان البلده هذيك يروحوا للبلاصه هذيك اللي كان فيها جيم وكاني، والسبب هو انهم يعاودوا يجيبوا خضروات صالحه للاكل لسكان البلده على خاطر ما عادتش عندهم خضره صالحه للتغذيه. بعد ما يوصلوا للبلاصه هذيك نشوفوا التماثيل والاكواخ اللي كانت تم. لكن كاينه حاجه جماعه لفتت انتباهي اللي هي التماثيل هذيك، بانت لي الله اعلم عباره عن عباد كانوا يعذبوهم في البلاصه هذيك، خاصه كي نشوفوا المسامير في راسهم والاسلاك دايره على الجسد تاعهم كامل. في الجهه الاخرى نشوفوا حوار بين ايتن والوالد تاعو. ايتن كان يحكي بواحد الحوار يخوف بزاف، تحسوا انه خلاص استسلم الامر الواقع وحس باللي البلده هذه ما فيهاش مخرج، الحل الوحيد هو انك تفارق الحياه هكا باش ينتهي الكابوس هذا اللي راك عايش فيه. كلام ايتن كان قاسي بزاف على الوالد تاعو. نرجعوا عن طابطه ونشوفوها تشوف في الشجره هذيك اللي معلقين فيها القرع تاع الكساس، يتم يفهمها هنري باللي الزوجه تاعو هي اللي دارت الشجره هذه، يعني هي اللي عمرتها بالقرع.
تقرا. تقول لها الشجره هذه ماهيش ذا ريل وان، تقول لها ذا ريل وان راهي بعيده علينا تقريبا ب 40 دقيقه. في اللحظه هذيك طابتا تقول له خلاص ديني للشجره هذه وبالك هذه هي الشجره اللي ينطلق منها كلش، يعني هذيك هي الشجره اللي على الاقل تقدر تعاونها في حل اللغز هذا. وفي الجهه الاخرى نشوفوا بويد قاعد يحكي مع الاب كاتري في حوار ما كان فيه حتى تلميح ولا ما كان فيه حتى خيوط زعما ولا شفرات باش نقدروا نكتشفوا حاجه. يعني الحوار هذاك حتى يكون انك تنحيه من الحلقه هذيك ما راح يتبدل والو. يا اخي على الاقل قدم لي تلميح من الحوار تاعهم هذا. والحاجه الوحيده اللي قدرت نفهمها انه بويد ولا يشوف الاب كاتري هذاك كانه الضمير تاعو قاعد يتحاور معاه. وبعدها نشوفوا فيكتور يروح لدار ساره وهز في يده حقيبه الله اعلم واش فيها، ويقول لها اذا عندك مكان فارغ. قلت كي تقول له ساره علاش؟ يقول لها حاب نبني حصن. من واش راه يحصن روحه ما فهمتش. فيكتور ديما يخلي لنا علامه استفهام، يا اخي جامي كانت عنده حاجه واضحه. وكي نبداو نندمجوا في القصه تاع فروم تجينا المشاهد تاع فاطمه الكرنج، تم نشوفوا حوار بينها وبين تيلي، وفي حوار متواضع نوعا ما باش ما نقولش كلمه خلاف. تيلي تبدا تقنع في فاطمه ومن بعد فاطمه تبدا تقنع بالكلام تاعها وتبدا تيلي زعما تخفف عليها. المهم المشهد هذاك بعد حسيته بلا معنى، يعني حتى كنا حذفوه من الحلقه ما راح يتبدل والو، راح نكملوا القصه بطريقه عاديه. هنا نجيو للمشهد اللي شدني شويه اللي هو المشهد تاع جيد. نتم نشوفوا جيد يبدا يتقلق هكذا شويه ويجبد روحه على هذوك الجماعه، ومن بعد يشوف منظر غريب بزاف، يشوف راجل في شجره مضروب في راسه ويبان ميت. نتم نشوف التفاعل تاع جيد ونشوفوا جيد باللي يحاول يتخلص من الشيء هذاك. فاش يظهر هذاك الشيء عباره عن اللوجن، يعني وهم ماهوش حقيقه. لكن الشيء اللي لاحظته هو انه الشخص هذاك مات بطريقه بشعه ويفكرنا بواحد الشخصيه بانت في الجزء الثاني وماتت بنفس الطريقه اللي مات بها الراجل هذا. الشخصيه هذه كانت طفله اسمها كالي، وشوفوا هنا التشابه في الصوره. وحسب الاستنتاج تاعي الوحوش هذه هي اللي قتلت الشخص هذا. بعدها نرجعوا للبلده ونشوفوا تالي تروح عند فاطمه وتبدا تخفف زعما عليها وتقول لها نشوف لك اذا الطفل تاعك راهو بخير. تم فاطمه تسقسيها تقول لها كيفاش راح تشوفي لي اذا كان الطفل تاعي راهو بخير؟ تم تقول لها نشوف لك بواحد الطريقه تاع الكارطه هذه وتدخل لها في امور تاع شعوذه. فاطمه ما حبتش تقنع بالشيء هذاك. تم نشوفوا تالي تجيها بحوار متواضع وطريقه جد سيئه في الاقناع وتحكي لها زوج كلمات. تم فاطمه واو فجاه تقتنع وتقول لها خلاص اروحي تشوفي لي. بعد ما تحط البطاقات هذوك تقول لها واش حايبه تشوف؟ تقول لها فاطمه اذا كان الطفل تاعي بخير. تم تهز البطاقه هذيك تجي تشوف فيها حتى فجاه نلقاو غراب دخل الكولوني هاوس وبدا يكسر في الدنيا. وهنا نقدر نفسر حاجه واحده، الجواب اللي كانت تستنى فيه فاطمه هو يدل على الغراب هذاك اللي دخل. والغراب عنده دلالات بزاف، يدل على الشر، الاكتئاب، الحزن وبزاف امور. والحمل تاعها راح يجيب غير المشاكل للبلده هذيك ولا للكولوني هاوس. بعدها نزيدو نرجعوا عند كيني وكريستي وجيد نشوفوا في حاله توتر وخوف ويحب يغادر الغابه هذيك. تم يحاولوا يقنعوه يقولوا له خلاص ما تقدرش ترجع للبلده على خاطر راح يطيح عليك الليل ويخرجوا المخلوقات هذوك وتكون تحت الخطر. تم نشوفوا كريستي زعما هي اللي تروح عنده وتحاول انها تقنعه باش ما يرجعش للبلده. وفجاه نشوفوا كريستي يطيح في واحد الفخ ويتقفل هذاك الفخ على رجلها. تم تبدا المشاكل والعياط والمناوشات. المهم بعد محاوله طويله يقدروا يحروا كريستي. تم بعد ما حروا كريستي نشوفوا واحد المشهد اللي كان بالنسبه لي اكورد. نشوفوا جيد يحاول يشوف هذاك الراجل اللي شافه اول مره وحاول يخنقه اللي كان عباره عن اللوجن، يشوفوا بواحد الطريقه بشعه بزاف انه يكون هاز في يده جمجمه تاع انسان ويشرب منها الدم. المشهد هذا بالنسبه لي كان اكورد وبالنسبه لجيد كان مرعب بزاف. والمشهد هذاك خلاني نحط علامه استفهام جديده، هل البلده هذه كانوا يديروا فيها طقوس غريبه حتى شفنا هذا الراجل يدير في هذا الشيء؟ ودوكا نجيو عند هنري وطابتا. شوفوا باللي هنري راهو راكب مع طابتا في السياره تاعو ويحب يديها للبلاصه هذيك وين كاينه الشجره اللي قلت لك هي عباره عن مفتاح اللغز ربما. بعد ما يركبوا الراديو يبدا يخدم وتمشي واحد الموسيقى. تم طابتا تبدا تستغرب، يسقسيها هنري يقول لها واش بيك؟ تقول له هذه الموسيقى هي المفضله عندي انا وزوجي. تم هنري يستغرب يقول لها باللي الراديو هذا عنده مده ما يخدمش. المهم من بعد تبدا تمشي الاحداث وفجاه طابتا تفتح واحد الدرج كان في السياره وتم تلقى واحد الاكسسوار كان مدته للزوج تاعها وتوضر. تم تسقسي هنري تقول له من جد الاكسسوار هذا؟ تم هنري يخرج لنا باجابه صادمه بزاف يقول لها هذا الاكسسوار خدمته لي الزوجه تاعي. تم طابتا يحكي لها واحد النوع من الارتباك وتبدا تعيط وتكسر في الدنيا وتقول له خلاص ما زلت ما خرجت من البلده هذيك، راني ما زلت جزء منها. فهمته باللي الشيء اللي قاعد يصرى حاليا هو جزء من الشيء هذا اللي راها فيه. تم تقول له حبس الطوموبيل ولازم عليا نرجع للسبيطار ولازم نتخلص من البلاصه هذه. تم هنري ما يحبش يقول لها خلاص علاش دوك ترجعي وزيدي ديري تحقيق مع الشرطه وقلتي باللي الابن تاعي مازال حي. وبعد تبدا المناوشات وعن طريق الخطا طابتا تشغل السياره هذيك وتمشي بهم وفجاه يديروا اكسيدنت. تم مباشره يفطنوا في السياره تاع الاسعاف. وبعد ما نشوفوا السياره تاع الاسعاف هذيك ماشيه في الطريق فجاه من العدم تظهر لهم شجره قاطعه الطريق هذيك، يعني ما تقدرش تعدي للجهه الاخرى. من بعد نشوفوا حادثه غريبه هو انه تكرر المشهد الاول من الحلقه الاولى من مسلسل فروم، هي الحادثه اللي صارت لطابتا والعائله تاعها. ولتم تخلص الحلقه في مشهد تشويقي بزاف. دوكا نروحوا لسلبيات وايجابيات الحلقه. نبداو بالسلبيات. المره هذه جماعه ما نكذبوش على بعضنا كان تمطيط كبير في الحلقه، تكرار الحوارات لسد الفراغات، تكرار سرد الاحداث. شوفوا طابتا كي
كيعاود يجبد لها والد فيكتور على اللايت هاوس، والاطفال اللي كانت تشوفهم في الغابه، والاطفال اللي كانوا محبوسين في البرج، وبزاف امور تعاودت في الحوار، بزاف مشاهد ما عندها حتى معنى. على سبيل المثال المشهد تاع فاطمه كي تكون تحكي مع تيري، قلت لكم حتى كون نحيوه ما راح يتبدل والو في الحلقه. حوار بويد مع الاب كاتري اللي ما كان فيه حتى تلميحات، وهذاك ثاني يكون نحيوه ما يتبدل والو في الحلقه. والنهايه التشويقيه اللي ولات تبان ما عندها حتى معنى كما صرا في الحلقه اللي فاتت. كما شفنا على سبيل المثال جيم كي جاء اتصال من ابنه توماس، وتوماس هذا كما على بالنا راهو مات عنده مده. النهايه هذه توقعنا راح تكون مليحه في الحلقه الجايه، وراح نشوفوا تلميح من المتصل هذا ونقدروا نفهموا على الاقل واش كاين. في نهايه المطاف شوقونا في باطل ربي، وظهر ما كاين حتى حاجه، والاتصال كان عادي فيه كما قلت لكم غير حوارات الانكار. كاين بزاف مسلسلات نهايه تاع الحلقات تاعهم تكون على سبيل المثال وفاه شخصيه من شخصيات المسلسل، وتشوقك باش تشوف الحلقه الجايه، ماشي كل مره تخلي لي تساؤلات وفي الحلقه الجايه ما نشوف والو. النقطه هذه لازم يشوفوا فيها صناع هذا المسلسل. نظن ثاني لازم يركزون على الحوارات، على خاطر كاين حوارات بين الشخصيات غير مقنعه تماما. دوكا نروحوا لايجابيات الحلقه. من بين ايجابيات الحلقه هذه قدرنا نستنتجوا حاجه، كاينه علاقه ومتاكد من هذا الشيء بين عائله فيكتور وعائله طابتا، بصح واش هي لحد الان ما توضحتش في راسي. والحاجه الايجابيه الثانيه راح يدخلوا عناصر جديده للبلده، والشيء هذا شفناه من خلال البرومو تاع الحلقه الجايه، والشيء هذا واضح جدا. صراحه هذه هي النقاط الايجابيه اللي شفتها في الحلقه هذه. والحلقه هذه كانت مخيبه للامال وما عجبتنيش بزاف، يعني كي نقارنوها مع الحلقات اللي فاتوا الحلقه هذه سيئه جدا. باش نكون صريح معاكم تقييمي للحلقه هذه 6 على 10. وهنا تخلص المناقشه تاعنا تاع نهار اليوم. اذا عجبكم الفيديو لايك فولو، وما تنساش تخلي لنا رايك في تعليق. نتلاقاو ان شاء الله في المناقشه الجايه تاع الحلقه الرابعه، وان شاء الله يا ربي تتحسن الامور وما تكونش كيما الحلقه هذه. دوك ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في رواحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بيس عليكم.